المسافات والأعلام الدموية. قوي قلبك وهجوم، يا بتوصل على الموت يا بتوصل على الحرية. تفضل. أهلا وسهلا فيكم جميعا بهالاحتفال اليوم بهالمئوية الخاصة بمنصور. طلبت من الشباب مروان وغدي وأسامة لما كنا عم نعمل هالبوستر اللي شايفينه إنه بنحط مئوية منصور بس، ما حدا بيقول ويليام شكسبير. لشو؟ شكسبير بس نقول منصور، معروف مين منصور، عاصي معروف مين عاصي. 17 أذار 1925، 17 أذار اليوم 2025. اليوم تكمل مئوية ولادة منصور يلي شكل مع عاصي الثنائي يلي وحيد بالشرق وحيد. اللافت انه لما مروان وغدي وأسامة اعلنوا من انطلياس من مسرح الأخوين رحباني المئوية يكون دايما عاصي موجود. طلبوا انه يشتغلوا على المدارس، يشتغلوا على منصور، بس كمان يشتغلوا على الأخوين رحباني لأنه منصور هو جزء مهم من الأخوين. ما رح طول المقدمة لأنه المقدمات إجمالا ثقيلة بتكون، ولكن في عنا مداخلة من هيوستن تكساس بدلنا إياها بناء على رغبتي الدكتور فيليب سالم يلي جمعته بعاصي ومنصور صداقة طويلة. كانوا يتغدوا بقلي بمطعم فيصل كل يوم خميس، دكتور سالم ومنصور وعاصي. وفي كلمة لافتة ما بعرف إذا واردة بكلمته، كان دايما يقول له عاصي، شوفوا الحدس اللي عند عاصي، خي عبد بيعرفها هالقصة. يقول له عاصي يا فيليب أنا مش مطول، انتبه على منصور. شوفوا هاللحمة اللي كانت بيناتهم. بعدين مرة أسعدني الحظ إني أترافق أنا وعاصي، كنا بليلة عند منصور عم بيقرا لنا بترا، وبالأخير قال لي ما زال رايح خذ عاصي معك. انبسطت أنا، استفرد بعاصي. على الطريق عم بحكي أنا وياه يا أستاذ عاصي هالقطعة شو حلوة أو هاللحمة. قال لي مش أنا، إذا صاحبك منصور. ولما كنت قاعد مع منصور كذا جلسة لحتى طلعت منهم كتابي طريق النحل وبعدين في رحاب الأخوين رحباني، كل ما اندهش قدام قطعة أو قدام لحن يقول لي مش أنا هذا المعلم. إذا هالوحدة بيناتهم لافتة فعلا بالشرق. واليوم لما عم نحتفل بمنصور ما منغيب عاصي، وغدي الحبيب الموجود معنا اليوم بيعرف انه هالامر حبيب لمنصور وحبيب لعاصي. ربيع سمعنا كلمة الدكتور فيليب سالم. صداقة عمر في سبيل الرسالة. وكيف يمكنك أن تسلخ منصور عن عاصي؟ وكأنهما كانا غصنين من جذع شجرة واحدة. يوم دفن عاصي اتكأ منصور على كتفي صديقنا هنري زغيب وهمس في أذنه:
الآن تدفنون معاصي نصف منصور. ويوم مات منصور طلبت من صديق لي أن يحمل إكليلا من الذهب إلى طريقه ويقول له إن قسما مني سيبقى إلى جانبه. لم أعد أذكر كيف وأين التقينا للمرة الأولى. كل ما أذكره أننا التقينا بعد المرة الأولى آلاف المرات. ذكريات وحكايات تتمدد من أنطلياس إلى بيروت، إلى أوتيل القادر في بحري، إلى مدارج بعلبك. وإن نسيت فلن أنسى أن في يوم من الأيام ونحن ذاهبون لحضور إحدى المسرحيات في بعلبك تأخرنا على الطريق، وأذ بصوت منصور يهجر في تليفوني. وين صرتوا؟ قلت بعد بدنا 10 دقايق. عجلوا، صار وقت نبلش، بس مش رح بلش تتوصلوا. صداقة عمر من المحبة والأخوة والفرح، عمر من الكلام، عمر من الصمت الذي يتكلم أجمل الكلام. وماذا يجمع بين فنان مبدع مثل منصور وطبيب مثلي يعيش مع آلام الناس؟ أشياء كثيرة جمعتنا، نعرف بعضها ونجهل البعض الآخر. جمعنا حبنا للبنان، وجمعنا حبنا للضيعة في لبنان. أنا ومنصور أولاد ضيعة، ولدنا وربينا ببيوت عتيقة مبنية من حجر. نحن عنا صداقة مع القمر، والديش سهرنا على سطح الجيران بضوءه، وكم عملنا مشاوير بالليل على دربه. نحن بنعرف دقة جرس الكنيسة وشو معنى هالدقة. نحن عشنا بطفولتنا مع الإنجيل. نحن بنعرف ريحة الأرض عند الشتوة الأولى. وكم فخور أنا لأنني ولدت وعشت في ضيعة من لبنان. وكم رددت في كلامي إن من لم يعش في ضيعة لم يعرف حقيقة لبنان. وجمعنا حبنا بل عشقنا للبنان. وكم ظننا أنه ليس هناك من وطن في الأرض يستحق العشق كما يستحق لبنان. لم يكن لبناننا لبنان الكيان السياسي المعترف به في نصوص الأمم المتحدة بقدر ما كان لبناننا الكيان الحضاري المعترف به من شعوب العالم كله. لبنان الحضارة المميزة في الشرق، لبنان الرسالة إلى العالم. هنا في هذه البقعة الصغيرة من الأرض تعانق المسيحية الإسلام، وهنا في هذه الأرض تعانق حضارة الشرق حضارة الغرب وحضارات العالم كله. وحده من كل بلدان الشرق تعيش فيه وتحيا التعددية الحضارية.
وحده في هذا الشرق يحمل الرسالة التي تقول إن الله واحد وإن الإنسان واحد. في حفل تكريمي لي في اليونسكو في نيسان من سنة 2002 قال منصور: لا البيارق ولا الجيوش ولا ترسانات الأسلحة التي تكدسها أنظمة الشرق تضعنا في الانتصار، وحدها سبل العلم والاكتشافات والفنون تنقلنا من بلد صغير يستعطي على أبواب الأمم إلى وطن رؤيوي يساهم في صنع مصير الإنسان. كتير حلو الكلام، كتير. منصور الرحباني هذا الصديق والحبيب، هذا الذي رفع كل واحد منا إلى فوق، هذا الذي ملأ سماء هذا الشرق بالفرح، مات وفي قلبه حزن كبير، حزن على لبنان وخوف على الرسالة. شكرا للدكتور فيليب سالم على هالشهادة. طلبت منه ما تتجاوز كلمته 10 دقائق، بعت لي اياها 7 دقائق و14 ثانية التزاما بالوقت، لانه من خلال خبرتي على المنابر من نصف قرن لليوم، بعد 10 دقائق بضلوا الناس يتطلعوا بالخطيب، بس بصيروا يتطلعوا بس ما عم يسمعوه، في قدرة تركيز تفلت منهم بعدين. بختم بالنسبة للدكتور سالم والحبيب غدي، أنا مبسوط يكون معنا غدي اليوم حتى ينقل لمنصور بعدين شو عم بصير بهالحفلة. ف كان يجي الدكتور سالم على لبنان، يجي من المطار بده يروح على بطرام، ما بيروح على بطرام، يمرق على قمة الياس يسلم على منصور وبعدين يكفي على بطرام. هالقد كانت علاقة وثيقة فيه. مش يسلم، بياكل كبة عفاك. فطلبت من الأستاذ جهاد الأطرش فناننا الكبير إنه يقرأ مقاطع نثرية أو شعرية من منصور بالفصحى، وأنا سأتولى تلاوة بعض قصائد منصور باللبناني. من شعر منصور: رحت ما ودعتك، زعلان من حالي، ومن قبلها كنت معي ومضيعك، 20 سنة ومضيعك، وانتي بقلبي قاعدة وما اقشعك. لما التقينا كان هالعمر الشقي صفى على المهوار، ويا آخر المشوار عم نلتقي وما منلتقي، ويا مين يعرف شو بقي وشو ما بقي. وانتي يا أحلى من الحلا، لا تتركيهم ياخدوني ويهربوا، سامع أصواتهم بالفلا ببعدوا بقربوا. قولي لهم بعده صبي امبارح ربي على المصطبة، ولو كرمالك زبي معليش شي مرة كذبي. هلا أنا عرفت الدني وانت الدني، يلعن أبو هالعمر مستكتر علي، بعينيك الخضر اتشمس لنزني. من شعر منصور إلى شعر عن منصور من أحد أقرب المقربين لعاصي منصور، الصديق الكبير عبد الغني طليس. أنا بعتقد مش رح فيي أخدمك بالسبع دقايق. يعني قدرة التركيز عند الناس. مسيكم بالخير. لا هي يمكن أقل كمان. أول شيء شكرا لكم لحضوركم، شكرا خيي هاني على أهلا فيك. والشكر دائما للناس الكبار يلي بيجوا بيمرقوا بحياة هالبلد، بصير لنا حظ نعرفهم ونعرفهم مليح، نعرف شغلهم،
نعرف شخصياتهم، نعرف مزاجهم، نعرف الاشياء اللي ممكن انه يوصلوها. عشان هيك انا بقول انه تحديدا بمنصور بده اعادة قراءة. يعني ما فيك تقراه من خلال تجربة اسمها عاصي ومنصور، بدك تقراه لحاله بأعماله، بالموسيقى اللي عملها، بشعره، لحتى تقدر تحكم عليه الحكم الحقيقي. أهلا وسهلا فيك. لم ينم في ظل تاريخه، لا السهل يعرف ما يجري على القمم، ولا يعي جسد سكناه في العدم. من مات مات، ولكن الحياة له قامت كأن عمود النار في القلم. حلو حلو حلو. ما كنت منصور من أهلي، أنا رجل من بعلبك، وحب الغير من شيمي. فصرت أهلي ورأسي منك ألهمه حب، إذا قلته يحكي بألف فم. إني فتى كانت الأيام تفضحني، هذه طباعك رحبانية النسم. فجئته راويا شعري وأغنيتي، وجاءني بالرضا الميمون والكرم، وكان ممتلئا بالود، فابتعدت عن النجوم برأيي فكرة الصنم. الشعر والنثر موسيقى على يده، جادت بما لم تولد نهضة الأمم. عاصي ومنصور واختالت بحبهما أرض، وفاضت تغني أطهر النعم. وتلك فيروز صوت حين تسمعه تراه بالعين رؤيا باصر الحلم. حلو 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 يا عبود. عشق الثلاثة من صغري اتهمت به، يزيدني شرفا دوري كمتهم. ويوم منصور فردا صار، غطى على برج التحدي، فهبت شيبة الهمم. آوى إلى لغة من نسجه، وحكى ما في الأنا، غير مشغول بمن يلومي. وغير الدرب حتى قال قائلنا في ظل تاريخه منصور لم ينم. حلو 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 يا عبود. شق الخرائط فاستهدى إلى حقب، وراح يكتبها من خارج النظم. سقراط والمتنبي والملوك إلى زنوبيا، واشتفى جبران من ورم. فانتازيا ثرة في مشهديتها، تفتح الحجب عمن بالجحود عمي. وصار للمسرح السحري أجنحة أحيت جحافل أبطال من الرمم. ماج الخيال بإنطلياس، فاتسعت ملاعب الخيل من يونان للهرم. أنا أحبك يا منصور، يعرف ذا بوح جديد وصمت بالغ القدم.
منصور من أنت؟ بحر كان مزدحما وقد جهلنا فساويناه بالديم. منصور ما أنت؟ هل قدمت أجوبة عما تراشق في الأفكار من حمم؟ وهل بلغت مدى ما زلت تطلبه من أول العمر حتى أول العتم؟ في الشعر في المسرح الموصول موعده بما تجاوز سيل الأمة العرم. دخلت أعصاب أمجاد وأزمنة بنظرة النسر في ميزان مقتحم، ولم تخف أن بطن الأرض مالحة فطفت تسأل عن دنيا بلا ألم. وما ندمت على شيء يهز كما غياب عاصي الذي حلاك بالندم. حلو يا عبود، حلو حلو كثير. تاج على رأسك المنصور مبتسم، فكيف وجهك منه غير مبتسم؟ تريد أكثر من عمر لتكتب ما فوق الفنون وفوق الضيق الكلم. لقد فعلت، وهذا ما نعمت به رباه ما أصعب التحديق بالنجوم. وعشت لبنان من قلب المسيح إلى الدنيا، وعايشت فيه أجمل السقم. وكيف يرفع عقال بلاد غوى وقد تمتع جل الناس بالحطم؟ فقيل هذه بلاد صنع كذبتكم، فقيل هذه بلاد صنع كذبتكم. من قال؟ أهل احتراف الذل والصمم، أهل السيادة دوارين من بلد إلى حمى بلد في بهجة الخدم. أنتم بناة جمال الروح في وطني، وهم بنوا خطة الرعيان والغنم. ما حب لبنان تقليد نمارسه على الملأ، بل قرار صاح في قسمي. وما زهدنا به يوما لمغتصب، هذا تراب على كفيه صدق دمي. ومن أحبوه زلفى قدموه إلى أعدائه فوضعنا السم في الدسم. وقد علمنا بأن العرب بائعة، وأن ترياقنا آت من العجم. لا ذاك كفء ولا هذا له أمل، نحن البطولة بالأيدي وبالذل. حلو يا عبود، حلو 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 حلو. عيد يا عبود، عيد يا عبود. وما أهل السيادة دوارين من بلد إلى حمى بلد في بهجة الخدم. أنتم بناة جمال الروح في وطني، وهم بنوا خطة الرعيان والغنم. ما حب لبنان تقليد نمارسه على الملأ، بل قرار صاح في قسمي. وما زهدنا به يوما لمغتصب، هذا تراب على كفيه صدق دمي. ومن أحبوه زلفى قدموه إلى أعدائه فوضعنا السم في الدسم. وقد علمنا بأن العرب بائعة،
وأن ترياقنا آت من العجم، لا ذاك كفء ولا هذا له أمل، نحن البطولة بالأيدي وبالذمم. عاصي ومنصور في فيروز عمرهما مجسد في خيار كان كالحرم، هذا الثلاثي أغنانا إلى أبد، أولى بنا أن يكون القلب في العلم، تبقى الفنون وتنهار الجيوش السدى. حلو. تبقى الفنون وتنهار الجيوش سدى، المجد للرأس ليس المجد للقدم. حلو. شكرا جزيلا لكم. شكرا استاذ عبد الغني على القصيده المشبعه بالنبض اللبناني. المشبعه بالنبض اللبناني. دكتوره سلوى، ما زال حبيتيها واصدقائنا يلي حبوا القصيده. الاستاذ عبد الغني القصيده موجوده بكتابه الاخير، والكتاب خلصت نسخات. صحيح؟ كان جايب معه بعض النسخ يلي فيهم القصيدة الحلوة، كثير حلوة القصيدة. استاذ جهاد بده يقرا لنا من منصور باللغة العربية. مساء الخير. اسمعوا الصوت؟ قرب على الميكرو. اسمحوا لي حمل زميلنا أحد أبطال المسرح الرحباني تحية لمنصور وعاصي، كل زميل وزميل غادرونا. سكناي في مطالع القصائد شمس الينابيع أنا، شعائر الصيف أنا، وكلما تحطمت ريح على بحر أنا. لي في الهنيهات مجيء ولي انقضاء، أحضر في التراب في الأعشاب في أجنحة الطير وفي الهواء، أرحل في التراب في الأعشاب في أجنحة الطير وفي الهواء. أنا هو التحولات والجذور والأعماق، رأيت كل لحظة، سمعت كل همسة، سكنت في التعاطف الخفي بين الحزن والأوراق، بين الطير والسفر، سكنت بين الصمت والنعاس والقمر. يا حبيبي كل ما في الصمت نادى، ومضى الموج وعاد، وأنا في موج عينيك شراع يتهادى، سقط الليل علي وتمادى، كاد أن يجعلني الليل سوادا. يا حبيبي عند أبواب المدينة ينتهي النسيان، وأنا والليل، أنا والقرصان والمحبون على أرصفة البحر، بحار من سكينة. تركوا الشارع يبكي، تركوا الأرض الحزينة والمصابيح الحزينة، أبحر صاروا سفينة. أترى نحن الهربنا أم تراها هربت فينا المدينة؟ الله يا منصور. أنا من السواحل، سواحل العبير والضجر، ربيت أنا وزهور اللوز والمطر، أبحرت صوب الحزن،
أبحرت من عيون أطفالي، أبحرت من حالي. أعود في الليل ولا أعود، وكلما عدت معي يعود كالحزن وجه امرأة مجهولة. امرأة لا اسم لها، امرأة سرقتها، هربت كالنوم بها، خبأتها في لعب الطفولة، خبأتها في قلبي، خبأت فيها قلبي. يا فرحا يعصف بي يا حبي. لك وصلة بالوقت، عم بقول له لك وصلة بالوقت. عم قيسوا عم قيسوا، حطوا قدامي وعم كي قيسوا. لا يجيء الوقت جعلت حراسا على المداخل، أوسطت أبوابي، كسرت في بيت المرايا، حبستني في الداخل، لكني ما زلت أكبر في الداخل، أنهار في الداخل، وإنما يأتي من الداخل. آخر قطعة. كتب الحزن كتابه، شرع النسيان بابه، فادخلي سيدتي، سقطت في الماء أيام الكتابة. ذات يوم انتشرت على المدعو السوشيال ميديا خبرية انه قصيدة لخوين رحباني اخذوها من احد الاشخاص، اتهمون انه اخذين القصيدة، صوروا لي النبع يلي بحاجة للسوائي. مين قبض القصة؟ صديقنا سهيل مطر، الحبيب سهيل، أخذ قصيدة لملمت ذكرى لقاء الأمس وأوحى إلى إصدارها بكتاب مدرسي. كتاب مدرسي مضي من تحت، لأنه القصيدة معروفة لمنصور، مضي من تحت المنصور الرحباني. برجع على الأخ يلي تهموه عاصي المنصور إنه أخذوه منه. من حسن الحظ إنه قال الزلمة هذا اللي أخذوه منه من مواليد 1949، توفي بسنة 80، يصطفل امتى توفى، ولكن في عندي انا اسطواني 33 دورة الكبار، وعندي الغلاف تبعها مكتوب على الغلاف لملمت ذكرى لقاء الامس، كلمات ميم رحباني، ميم مش منصوب، لحن عين رحباني يعني عاصي. فسهيل يعني اذا محطوط التاريخ 53، يعني هذا الاخ اللي تهموه انه صاحب القصيده عمره 5 سنين كان، انسوا مش مهم. فسهيل بكل طيبه ادرج القصيده باحد الكتب، يمكن مركز تربوي معي. لما طلع الكتاب وشاف منصور انه الامضاء منصور رحباني بصوره منصور خوت، رفع دعوى مستعجله عند قاضي الامور المستعجله باتلاف الطبعه. قال لهم ابدا بتمضوا الاخوين رحباني وبتحطوا عاصي صور عاصي ومنصور. هالقد كانوا ملتحمين عاصي ومنصور، ومن هيك الحبيب غدي ومروان واسامه اصروا مئويه منصور لا تنفصل ابدا عن ذكر عاصي. ومن شعر عاصي ومنصور: يا حلو شو بخاف اني ضيعك، تمرق على الجسر العتيق وتضيع مني بهالطريق الوين، لا تقلي ولا تاخدني معك. يا حلو شو بخاف اني اسألك كأنه بعد بتحبني قد البحر قد الدنيا، وبفزع لتضجر من سؤالي وزعلك. يا حلو يا حلو شو بخاف ليلي عاصفي يخطر عبالك شي نجم وتقوم تمشي بهالعتم، وانطر انا على الباب انطر خايفي، ساعة
إذا مرقت وما شفتك فيها، شو بشوف حالي صغيرة وحدي بهوني أنطرة وعالدني ينزل ضباب ويمحيها. عملني مثل خاتم ذهب بإصبعك، اتركني حكيك واسمعك، خدني على قلبك معك، دخلك بخاف بخاف إني ضيعك يا حلو، شو بخاف إني ضيعك. شو عبود؟ الحبيب عبد الغني كان لازم تختمها هذه على طريقه فيروز بس هون بدك. طيب، في قدامي كتابين. طبعا في قدامي كتابين. الكتاب الأول بين الزوال والقيامة، هاجس الزمن ووحدة الوجود في شعر منصور الرحباني، كتاب كامل عنه. في قدامي كتاب تاني، النار وأشكالها في شعر منصور الرحباني، من خلال كتابين، أنا الغريب الآخر وأسافر وحدي ملكا. أحد الكتابين كان موضوع ماجستير بالجامعة، صاحبة هالكتابين عملت الدكتوراه الكاملة عن مسرح الأخوين رحباني. إذا اختصاصها منصور وعاصي. أنا كثير سعيد أنها تكون معنا الليلة دكتورة جيمي عزاد، كلمة لك. مساء الخير. أربع ميكرو. مشكور أستاذ أنري على هالدعوة وعلى هالجمعة الحلوة واللقاء المكنز، وبشرفني أكون طبعا موجودة وعم بحكي عن منصور الرحباني. أهلا فيك. منصور الرحباني الشاعر عالم واسع من الفكر والفلسفة والقصائد، أربع الميكرو أربع. مزيج من ثقافة كونية وشعبية شاملة. وكثيرا ما كان يدهشني عالم منصور الرحباني الشاعر لما فيه من قيمة فنية بشكل عام، فهو يخلق وطنا من كلمات فيه تنهض القيم الصافية لينقذ الوطن الذي حلم به وأسس له من الكآبة والقلق. ومنصور الرحباني أو المعلم شخصية مميزة في العالم الشعري المعاصر، أكان في شعره العامي أم في شعره الفصيح. هذا الثائر خارج المدرسة وخارج اليومي وخارج المألوف يدهشك وأنت تقرأه، ينقلك إلى عالمه، إلى عالم عاصي الحاضر. فلا غياب في الشعر للأخوين، يكتب الواحد بأصابع الآخر ويرى بعينيه ويستلهم بروحه. حلو الكلام، حلو. وأحب أنا أيضاً أن أستلهم منصور الرحباني وأبدأ مداخلتي بالكلام عينه يوم توقيع دواوينه الشعرية. أنا الغريب الآخر، أسافر وحدي ملكاً، بحار الشتي، القصور المائية، وقصائد مغنات. إذ قال: أهلا وسهلا فيكم وأعزة من دون وقوف. واللافت أن الزمن يعيد نفسه اليوم. هلأ انتخبنا رئيس جمهورية، وصار عندنا حكومة مهضومة، وراق الحال، وفضل بيت، ومشيت الأشغال، وبطل القيل والقال، وعقله الجهال وجهله العقال. إن شعر منصور تميز بهذا المزج بين البساطة والرمزية، مما جعله قريباً من الناس. من هنا أطرح عدة إشكاليات أساسية لتقديم هذه المداخلة. هل كانت البساطة في شعر منصور خياراً إبداعياً لتعزيز رسالته وجعلها قريبة من الجميع، أم أنها شكلت مجالاً لتصنيفه ضمن عمالقة الشعراء؟ هل عبر منصور في شعره عن هوية فردية أم كان جزءاً من مشروع فني أكبر؟ لهذه الغاية سوف أختصر المداخلة وأجيب عن عدة إشكاليات. أولاً، مقارنة مبسطة لإظهار نقاط التلاقي والتباين بين عاصي ومنصور، جماليات اللغة في شعر منصور، والكشف عن الرؤية المنصور رحبانية في مسرح منصور. أولاً، كان عاصي شاعراً كبيراً باللغة الفصحى وباللغة المحكية، وكان منصور شاعراً بالاثنتين أيضاً.
كان عاصي موسيقيا خبيرا وعالما بالتوزيع الموسيقي، كذلك منصور. كان عاصي مفكرا متأملا بالحياة، كذلك منصور. عاصي كان صاحب خيال مسرحي، كذلك منصور. كان عاصي يتبنى نظرية تقول إن الأغنية لا تحتمل شعرا كثيرا، كان يريدها سهلة وممتنعة السهولة. أما منصور فكان مع نظرية الأغنية القائمة على شعر خالص، ما استطاع مقتنعا أن هذا يعطيها ديمومة أكبر. مال عاصي في تكوينه إلى الفولكلور والسهل الممتنع، أما منصور فكان ميالا إلى التأليف الموسيقي وإلى الأجواء الأوركسترالية التعبيرية. امتلك عاصي قدرة على التأليف الموسيقي وقد فعل، أما منصور فكان قادرا على تلحين الأغنية المسماة شعبية ببراعة. استطاع عاصي أن يصوغ التاريخ في قوالب مسرحية مميزة، أما منصور فكان قادرا على التقاط إشارات الأفكار المسرحية الخيالية والسفر بها بعيدا. وهنا أغوص في أعماق منصور وأتذكر قوله عندما استقبلني في أثناء تحضيري لرسالة الماستر في اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية، وكانت بعنوان بين الزوال والقيامة، هاجس الزمن ووحدة الوجود في شعر منصور الرحباني. قال لي: يا بنتي أنت نبشت بمنصور أشياء ما بحياته فكر فيها، ولا ممكن يكون هالقد عطاها البعد اللي أنت شفتي. فكان طبعا هيك انطلاقه كثير حلوه وشرف كثير كبير، ومنه انطلقنا برساله الماستر مثل ما تفضل استاذ انري وباطروحه الدكتوراه. بالنسبه الى منصور الرحباني الشاعر، يقارب منصور ادونيس في مقدمه الشعر العربي عندما قال: الانسان واقع اكثر من الواقع، وليس واقعه اليومي الا عتبه للدخول الى واقع ممكن. انا احببت منصور الرحباني الشاعر وقرأته بشغف رحباني عميق. أنا المبرمجة على التلاقي مع أي نفس من أنفاس الرحابنة. هاجسان كبيران يحكمان منصور في دواوينه، الهاجس الأول هو الموت، والهاجس الثاني هو الحياة. ولا يداري منصور في إظهار هذه الهواجس وإعلانها بقوة في القصائد. يقول في ديوانه الكسور المائية: الولادة والحياة حدثاء الحياة، كل ما بينهما هو انتظار الموت. أما بالنسبة إلى ديوان بحار الشتي فقصائده بالعامية تلتصق بك من الداخل ولا شيء يفصلها عنك. يقول: لا تواخذونا دخلكم، بعده صغير، جيران نحن، وابننا بعده صغير، من كل شي عنده لعب، مسلط على زمور القصب، لا باللايقة بيعرف ولا بالعتب، يا طفل هاجش بالفرح وبصوت مزمار جرح يفتح الباب اللي ما انفتح. وفي ديوان أسافر وحدي ملكا جاء منصور أيضا ليثبت العدالة وليدافع عن المظلومين وليتولى مهمة الصلح مع الأوجاع. يقول: أرسلت لأشهد للضعفاء لأقيم الصلح مع الأوجاع وأنهي الغربة مع الغرباء. وفي ديوان الأولى القصائد سكنت البداية في النهايات، وكانت هذه القصائد الكلاسيكية كما ذكر الشاعر أوريس غيب بذورا حقيقية وثقة لما أصبحه فيما بعد منصور الشاعر. يقول: يا أبي في السماء والأرض نور فليكن عندنا كما في السماء. كما عبر في ديوان أنا الغريب الآخر عن شعوره بالغربة، ليس فقط بمعناها الجغرافي بل بمعناها الوجودي. يقول: تذكريني يا امرأة غريبة إلا معي غريبة، يا امرأة تسهر في عيني وفي مكان آخر، تذكريني أنا الغريب الآخر. ثم جمع في ديوان قصائد مغنات ما جاء في الذاكرة الشعبية، وكان الأمر مجازفة محسومة أن يضع أحدا نصوصة حديثة الطابع غامضة المعاني ويطلقها لاحقا بصوت لا يهاب أحدا. قالت فيروز: كان عاصي يقول لي خلص انت غني وما تخاف. أما بالنسبة إلى اللغة عند منصور الرحباني، تتفاعل لغة منصور الرحباني الشاعر أو المسرحي مع المتغيرات الزمنية والمكانية. بالنسبة إلى مستوى اللغة فقد نجح الأخوان في رفع مستوى القصيدة العامية إلى مستوى الإبداعية المشغولة فنياً وفكرياً، وهي تتفوق أحياناً على الفصحى. أما
منصور الرحباني فقد صقل النص الشعري وحتى المسرحي وركز في الكورس والأوركسترا وأفاد من مشاركة أسامة ومروان وغدي، لكنه في انطلاقته الكلاسيكية شاعر وقارئ نهم، تبحر في الفلسفة والتاريخ واللاهوت ونقل الإرث الرحباني لكن بأسلوب خاص. مال في شعره إلى الرمزية كثيرا مما أعطى القصائد الطابع الفلسفي. هو جندي مجهول لكنه حاضر في تشييد عمارة الوطن من دون الانخراط المباشر في السياسة أو الإيديولوجيا. واستوحى الكثير من كلماته وتراكيبه من التراث العربي مما أضفى على لغته طابعا أصيلا جمع بين الحداثة والجذور الثقافية وصنع لغة شعرية فريدة جعلت كل الأعمال خالدة في الذاكرة العربية. حمل منصور الرحباني هم المجتمع ورسم الحقائق لأنها نقطة الوصول، وطبعا تبرز الجذور الإيمانية عند منصور الرحباني، فالفرح عنده فرح الطفولة مصدر ولادة المشاعر الصادقة. كذلك اهتم بالروح وبالأسرار، ونجد دائما عنده دعوة إلى السمو بالروح فوق الحقد، وقد يكون هذا من جراء الاهتمام بالماورائيات. والفن الرحباني ينفعل في كل الاتجاهات التي تدور على ساحات الوطن، بخاصة التجاذبات السياسية، فهو متحد بالقضية، والأخوان لا يسألان ماذا أعطاهما الوطن لأنه ينمو في ذاكرتهما، إنه أرض الطفولة، شباك الحبيب، والسهرات، وليالي القمر. والسياسيون في لبنان يفتقرون إلى الرؤية والتفكير الحضاري فضلا عن حاجتهم إلى المحبة والحب، والبلد الصغير كلبنان جذاب بما فيه من خدمات يستغلها الغريب. لذلك علينا أن نبلغ إرادة التواصل وقمة التواصل، وأن نستذكر منصور في حبه حتى تستقيم كل المؤسسات. وكما كان الفكر الرحباني يربط الفن بالأخلاق، هكذا يربط الفن بالإيمان أيضا، الإيمان بالله الذي تعرفه جميع المخيلات. لقد دأب منصور في مسرحه على بناء عمارة شامخة من الفن، وشارك في صنع الصورة والواقع والانتماء. ولا يمكننا هنا طبعا إنكار دور عاصي ومنصور في إنتاج الفولكلور اللبناني وفي تحويله إلى ثقافة شعبية، وهما بذلك ينتجان استمرارية بين الماضي والحاضر ويبتكران رموزا للتاريخ والوطن. فالمسرح الرحباني يروي قصة لبنان بالكامل. في شعر المسرح الرحباني بشكل عام، وهنا لابد من ذكر دور عاصي الرحباني ما نحن بأمس الحاجة إليه اليوم: وحدة وطن، تمسك بالأرض، رسالة محبة وتضحية. ويحتاج الناس إلى أن يتعلموا من تراث هذه العائلة وما حملت من قيم أخلاقية. حاولت من خلال مداخلتي أن أضيء جوانب مميزة في فكر منصور، بخاصة أنه قرر وأولاده إكمال المهمة، وهنا لم يغفل منصور عن أن المهمة صعبة وفيها من التحدي الشيء الكثير. والسؤال الذي طرحه: كيف يستمر وحيدا ويتحمل مسؤولية المحافظة على هالة رحبانية وتراث رحباني من دون عاصي وفيروز؟ أدرك منصور أن هذه هي سنة الحياة والتطور، وبقي على عناده الناتج عن حس كبير بالمسؤولية، وقرر إغناء التجربة بعناصر لابد منها وبخاصة الموسيقى، فتطلع إلى مخزون أولاده وتماشى مع تطلعاتهم، وخيرا فعل، فجاءت المسرحية جديدة في موسيقاها. والأمر المهم الذي راهن عليه منصور تسليم مهمة الإخراج إلى ابنه مروان، وقد برع في ذلك بدرجة عالية من الجماليات. وحافظ منصور من خلال النص على تفوق البعد الدرامي، واحتفظ ببعض المشاهد الكوميدية الضاحكة وأحيانا غير الملحنة. كذلك طرح المسائل الأدبية والاجتماعية واستعان بالتاريخ. ومن مزايا الأوبريت أيضا أنها حافظت على حدود معينة من الغناء الشعبي والموسيقى القريبة من ذوق الجميع. هذه هي توجيهات منصور الذي نقل قضية المجتمع وعبر عنها من خلال شخصيات مهمة من التاريخ. وما أحوجنا اليوم إلى منصور الرحباني لكي يكون سندا ومرشدا وأستاذ. ومن التوصيات المهمة التي أطرحها على هذا المنبر:
أولا من المهم إدخال فكر منصور الرحباني وبخاصة شعره في المناهج المدرسية والجامعية، وهذا ما نحن بصدده في الجامعة اللبنانية. أنا شخصيا أشرف على عدد من الطلاب يدرسون مسرح منصور وقصائد منصور، ويعني عددا تقريبا 5 أو 6 طلاب حاليا عم يشتغلوا على شعر ومسرح منصور. ومن الضروري حماية هذا الإرث الرحباني من الزوال، وإقامة ندوات بشكل وافر وورش عمل تحفز الطلاب على اكتشاف عالم الأخوين وبالتحديد منصور الشاعر. وأشكر لكم حزم الإصغاء. شكرا للدكتورة جيمي عزار مرتين، مرة أولى على هالعمق بالكلام عن منصور وعن عاصي، ومرة تانية شفتوها عم بتأفي احتراما للوقت. ولكن جميع النصوص في هذه الندوة، سواء قصيدة الحبيب عبد الغني أو كلمة دكتور سالم أو كلمة دكتورة جيمي عزار أو بعد شوي بالجلسة الثانية رح نسمع، كلهم رح يصدروا حرفيا بالمجلة اللي صرتوا تعرفوها، مرايا التراث. لذلك النص الكامل تقرأوا بالمجلة. ورد عند الدكتورة جيمي عزار موضوع الخوف من الموت وهاجس الموت. دائما عاصي ومنصور، شكرا دكتورة على الاختصار، دائما عاصي ومنصور عندهم هاجس الموت. يا دارا دوري فينا وضلي دوري فينا، تينسوا أساميهم وننسى أسامينا، تحت نتخبى من درب الأعمار. وإذا هني كبروا ونحن بقينا صغار وسألونا وين كنتوا ليش ما كبرتوا أنتوا؟ بنقول له نسينا، واللي نادى الناس تيكبروا الناس راح ونسي ينادينا. إذا هذا الخوف أو هاجس الموت. هلا قبل ما أعطي الكلام للأستاذ جهاد، خذوا هالقصيدة لمنصور، طبعا هذيك للأخوين، يا دار دوري من ضي الأخوين. خذوا هالقصيدة هلا يلي فيها كلمة الهوى. الهوى الريح. بأول القصيدة تعني الهوى يعني الريح. بالنص الثاني من القصيدة بدكم تنتبهوا إنه الهوى يعني الموت. اسمعوا، لا هوى بالألف مش بالغرام، هوى الألف. اسمعوا هالقصيدة. ليش شو بقول غرام ما بشبه، بالعكس منيح ونص وخمسة. لك هالقصيدة وانتبهوا على كلمة الهوى. قصيدة لابن مروان. قلت لك انطرني، نمت ما انطرتني، وعيد ليلة عيد سهران الدني، ما قلت بده يشوفني، ما فهمت دخلك شو بني، يما قمت ما وصل لعندك العيد، ومش رح يوصل بيتنا يا ابني بعيد، بيتعب العيد. وسكرت امك عليك من الهوى شبابيك، ومش عارفه انه الهوى بلش الموت هلا، ومش عارفه انه الهوى جاي على سهراتنا، علينا على غنياتنا، جاي يشلعنا الهوى. وقديش بدنا نضل نغمر بعضنا، نتمسك نعاند، نشد بأرضنا وببعضنا، نصرخ يا هاللي فوق ردوا هالهوى، ويا وراق حور وقاعد تقاوم سوا. 60 سنة 70 سنة وبعدين يا ابني كل ورقة بدني. ويا هوى يا هوى حاجة تلبد على البيوت، لاحق تفوت لاحق تفوت لاحق تفوت. إذا الهوى أول قصيدة الريح، ثاني مرة الموت. أستاذ جهاد بعد عنا 6 دقائق تنختم الجلسة الأولى ونكون احترمنا الوقت. المنبر إلك. عظيم منصور، عظيم شاعر كبير. نعم، قرب على الميكرو. قرب على الميكرو. كلانا صباح أيها الصباح، أنت تضيء الخارج وأنا أضيء الداخل.
دلني كيف الوصول إليك، أبالشغف أم بالذهول أم بالتأمل أو التحول؟ أعطني العلامة يا سيدي. رأيت إليك فلم تكوني، فجأة سحب الليل أشرعته عن الأمكنة، ظهرت وحدي باهتا كصاعقة مطفأة، علي انسكبت عيون الرقباء، قالوا هي صعقته واحتجبت، دخلت في الشعاع صارت شعاعا. حين كنت صغيرا كان البحر يبدأ من أنطلياس، وحين كبرت صارت في تنتهي البحار. حلو كتير. غدا كما اليوم يمتلئ هذا الشارع بالعابرين، وسيمتلئ بعد غد، وبعد 50 عاما ستكون جموع تتدافع وصخب وضجيج، إنما لا أحد من العابرين اليوم سيكون يومها حاضرا. أريد أن أروي لكم كل شيء، عن كل ما حدث، عن كل ما حفظته. أريد أن أرمي عني هذه الأحمال من الأمجاد والذكريات، لأعود إلى التراب ناصعا كما أتيت. تقطع بعد. في أيام الحرب اشترينا بكل ما معنا سمكا، أهدينا جارتنا نصف ما اشترينا، تصاعدت من مطبخها رائحة السمك المقلي، وسمعت أولادها يغنون. أيتها السعادة، كم تجيئين من بيوت الآخرين. حلو كتير. شكرا للتوجيهات. آخر دقيقتين من الجلسة الأولى خذوا هالقصيدة من منصور. بعلمي تركتك قاعدة ببيروت، وطليت صوب السهل من بيروت. شو لقيت؟ شو لقيت لما عالسهل طليت؟ ما لقيت غير وجهك معبي السهل عالحور عسطوح البيوت، سكر زواريب الضيع ما عاد في فوت، صرت المسافي والبيوت. واقف أنا تحت السما ومحاصر بوجهك يا قاعدة وعم تضحك ببيروت. استراحة تريحكم شوي من المنبر. البعض منكم يمكن بيعرف بأنه البابا يوحنا بولس الثاني قبل ما صار مطران وقبل ما صار بابا كان يكتب شعر، كان يكتب مسرح، كان يمثل، كان يمثل بضيعته ببلده. دكتور ناجي زيلي المتعمق جدا بالامور البابويه واللاهوتيه كمش انه في قصايد للبابا بولس يوحنا بولس الثاني، في مقاربه بين قصايد البابا يوحنا بولس الثاني وقصائد منصور رحباني. لك هالاكتشاف شو غريب، رح نسمع هلا كيف صارت هالمقاربه وشو بتقول قصايد الطرفين. دكتور ناجي زيلي. كمان طلبت من الدكتور ناجي لاني بعرف مداخلته بعث لي اياها انه يختصر منها للمنبر، لانه بالاخير رح تقروا النص الكامل. قرب على الميكرو. استاذ هوري، بداية شكرا لك لانه لما عرفتنا على كل هؤلاء الكبار، حضرتك يلي خليتنا نحب هذا اللبنان يلي لإله ننتمي. الحضور الكريم، في البدء كانت الكلمة الشعر، ولم تكن إلا بلغة الدم المحيي، دم الحب الأعظم
حب الخالق لخليقته. والمشقة أن الله لم يدخلنا كلمة شعرا وضعها آخر، بل هو من رمى ابنه الوحيد بأزليته في أرض الإنسان ليعلي بدمه الإنسان إلى أبديته. إذ ذاك عشقنا المصلوب كما يسمي إغناطيوس الأنطاكي اللبناني ابن الله صار للإنسان كل شيء. هذا ما اختاره ذلك الآتي من بلد بعيد البولوني كارول فويتيوا، كما قدم ذاته يوم انتخابه حبرا أعظم حاملا اسم يوحنا بولس الثاني. وهذا الآتي ببلده للبعيد اللبناني منصور الرحباني ما قدمه لنا أيضا. هما مثل ما قال الأستاذ هنري، كارول فويتيوا والبابا يوحنا بولس الثاني ومنصور الرحباني ما عرفا بعضهما أبدا، ولا التقيا ولا قرأ أحدهما فكر الآخر. البابا يوحنا بولس الثاني ولد ب 18 أيار 1920 وتوفي ب 2 نيسان 2005، مقاوم بقوة الكلمة للبؤس لليتم ولأظلم إيديولوجيتين احتلتا وطنه وتحكمتا بالعالم، النازية وبعدها الشيوعية. قصائده نظمها فعل مقاومة بالبولونية ولم يزل يافعا قبل أن ينضم إلى المسرح الرابسودي مسرح الكلمة. أعلن طوبويا ب1 أيار 2011 وقديسا ب27 نيسان 2014 كأحد أعظم بابوات الكنيسة. منصور الرحباني ما رح أحكي عن حياته لأنه سمعناها وبنعرف. خلينا نقول أنه فويتيوا جمعت قصائده المتفرقة مع نصوص مسرحياته خلال مرحلة حبريته، وصدرت بترجمات عدة عالمية ما عدا العربية. المقتطفات اللي رح أقراها الليلة أنا نقلتها إلى العربية لأول مرة. منصور الرحباني صدرت له دواوين الشعرية ومقتطفات الليلة حصرا من هذه الدواوين. قلت هما ما عرفا بعضهما، إنما كلاهما كأنهما في شبه تحاور، كأنهما باتحادهما بهذا العشق المصلوب رفعا ثالوث حياة لا يمكن أو يستحيل أن ينكسر أمام الموت. الأرض، الإنسان، الله. هود النقاط رح أحكي عنهم سريعا. حلو الكلام. الأرض ليوحنا بولس الثاني ومنصور الرحباني، الأرض الأقنوم الأول بثالوثهما الشعري، مصدر لجذور توهج ترفع بالحب معنى الوجود والجوهر. ينادي فويتيوا البولوني فيقول: انظر كيف يتغذى الحب، نهر منحن بسلطة الرياح، لا تخف لأمور البشر وساعة الشطآن، ها إني أبلغ جذور الشجرة التي لي، سر نموها اليحويني وفي تجسده. ويصرخ منصور الرحباني بالمقابل: أيها الوجود اللامتناهي يا فرحا يحطم قلبي، أيها البالغ الصفاء، كيف استطعت كل هذا وفصلت الأشياء عن ظلالها؟ أتكون الأرض عند اثنين سوا هي مدى الله بحكمته ومدى الإنسان بين وحشته وآماله؟ منصور الرحباني ويوحنا بولس الثاني لا يتوقفا كمن في تحسر لوعة، بل في نصوع الشوق. يتذهل منصور الرحباني ويقول: بين السماء والأرض شلال انطفى، وبين العتم والضوء إنسان اختفى. ويجيبه يوحنا بولس الثاني: اغمض عينيك نصف إغماضة، سيمتلئ الفضاء بما لا تسبر أغواره، وتتنحى ظلمات البشر ليقفز الخير منها. أرضنا باتت زمنا طقسيا رمزا للقاء، حيث على ذاته يتعرف الإنسان. هي الأرض إذن عند اثنين سوا تتأجج فيها إنسانية ترابية غدت صخرة الألوهة. يعترف منصور الرحباني فيقول: أخفض رأسي وأمضي على خطى الرعاة والبسطاء. وقديش بدنا نضل
نغمر بعضنا، نتمسك، نعاند، نشد بأرضنا وببعضنا. ويعترف فويتيوا: يا أرضي الحبيبة أحرثك وبالروح أغذيك، أنا المحراث تطير الصنتات نحو الغابات، لكم أنا نعم بكليتي وكلية قلبي، أصغ إلى كلمتي ها عليكم أفيض، أنا الإنسان الموثوق قلبي النقي غير الدنس. أجل الأرض الخصبة للحصاد الوفير باتت المعنى وأكثر، إنها الهوية، بها هذه الأرض تصبح وطنا حامل الروح وحامي الروح. يستفيض فويتيوا البولوني بالقول: أنا حينما أفكر في الوطن أبحث عن الطريق العابر سفوح الجبال كمثل تيار شامخ الكد دافق عبر القمم، المنحدرات عينها يسلك الطريق وإلى الأماكن عينها يعود. ويشرح منصور الرحباني كأنه يشرح قول فويتيوا: كلما انضم واحد منا إلى التراب سكن الوطن فينا أكثر، يصنعك الوطن وتصنعه، هو يسير وطنا بانتسابك إليه، بدونك هو أرض. بهذا الشعر الكلمة سلطان النعمة معطى للإنسان من الأرض. هيدا فكر يوحنا بولس الثاني ومنصور الرحباني بالنسبة للأقنوم الأول الأرض. الإنسان هو ابن الأرض والسماء في آن. نعمة الإنسان أن يتقبل التكون من أحشاء الأرض، وجسدانية الألوهة تتكون في الأرض. هيكل الله هو جسد الإنسان، وجسد الإنسان والله معا هو الأرض. كثير حلو الكلام، كثير حلو الكلام. نصل إلى الأقنوم الثاني الإنسان. لمنصور الرحباني ويوحنا بولس الثاني ما يعلي العلاقة بين الإنسان والله الحرية. ما الحرية؟ الاثنين سوا. أن الإنسان مخصص للألوهة، اتحاد يأخذ إلى البعيد هو المأمن، وتكمن الحرية في القلب. ومنصور الرحباني بيعرف أنه في المصطلح الإيماني لكنيسة الشرق القلب هو استنارة العقل. على هذه القمة يمسح الطغيان الذي هو عدو الحرية. يصرخ منصور: أرسلت لأرث الملك، قال عهدا أعطيك فتكون لك الأرض الموقوفة للحرية والمدن الممنوحة للبحر، للثلج الأول، للأقمار الأولى، والنعم الشمسية. ويلاقيه فويتيوا بالقول: الحرية هبة تأتينا، غير أنها بالنضال وجودا ثباتها. أيتها الحرية، بضيف البابا، رابط مقدس أنت مع الشعر الذي يخلقه القلب ليبلغ السماء. على هذه القمة المتحد بالحرية، الإنسان المتحد بالحرية يدرك الألوهة ويحقق الانتماء للألوهة ويصبح مقرها. هو الإنسان بالنسبة لمنصور وكارول فويتيوا بات الإنسان هو الجوهر، جوهر الألوهة في جوهر الألوهة. هيدي الذروة. منصور يوحنا بولس الثاني يقول: الفعل صار بشرا فيا وتجلى في الأغنية، بين البشر أتى واختار مسكنه فيهم. ويتعهد منصور: يا إلهي إن روحي بدأت تلمح النور وتصغي وتعي، والخفايا الساكنات اتضحت وانجلت أصواتها في مسمعي. من منبع الرسوخ هيدا في العشق المصلوب يقيماننا منصور وكارول فويتيوا في المنتهى. أين المنتهى؟ ذاك الذي به الأرض والإنسان خلق جديد. هذا الخلق الجديد الذي يغلب الشر بالنسبة للبابا يوحنا بولس الثاني من خلال الأم، وبالنسبة لمنصور من خلال الأب. الأم ليوحنا بولس الثاني تمد الخلق إلى الأمام وإلى الآتي. يقول شعرا: صمت يرتفع من كل الطفل
من كلمات الطفل الما زال قريبا: أمي أمي، الحياة بقوة الروح تتحد والقلب ينبض الدم في العروق من دون أن يعكر الصمت. ولمنصور الرحباني الأب سعي إلى مألوهية الخلق الآتي إلى الأمام، هو المدى الحسم في الإنسان. ولكن بعد في شيء أقوى: أليس غير مرة ترد عبارة الأحشاء الإلهية في الكتاب المقدس؟ لذلك بالنسبة لمنصور الأب هو تأنيث صورة الألوهة. بيقول منصور: يا أبي كلانا مالئ جانبا من الزرقاء، أنت مني أمسي وغدي في الشرود عبر الضياء. يا أبي في السماء والأرض نور، فليكن عندنا كما في السماء. إيضاحا قبل ما أوصل للآخر، إيضاحا في تكامل هذا التناغم في كل إنسان، أمومة تجاه كل أحد وأبوة تجاه كل أحد. يعني بالنسبة لمنصور ولكارول فويتيوا في كل أحد ألوهة لا تسلم أبدا إلى زائلية الموت. هل تلك الألوهة، السؤال، سيادة على المستحيل؟ هون نصل إلى أخيرا الله بالشعر الكلمة، والكلمة الشعر، ليوحنا بولس الثاني ومنصور الرحباني أن يعاينا الله الابن أقنومهما الشعر الثالث على الصليب. لا يملك حتى جسده مرفوعا في عراء العالم إلى أبيه، وذراعاه ممدودتان إلى الآفاق ليضم كل إنسان في مظلوميته، في عرائه، في موته. يشهد يوحنا بولس الثاني ويقول شعرا: المسيح نحوه الأدهار تبسط أيديها، أتأملها الأدهار وأراه رمزا وحقا حقيقيا. ويشهد منصور: كم كنت أحبك يا ربي، إنسانا مثلي يتوجع، مصلوب أنت على شطآن العالم كل العالم. يعلم يوحنا بولس الثاني ويقول: كل تلك الحلقات المتشابكة بسلسلة موته نزع رباطها. ويعلم منصور الرحباني: قم أيها النائم استفق، غلب الموت، أضيء على انهيار الفناء. نصل إلى النهاية. تلك هي دينونة الفصح الأخير، فصح العبور صوب الآخر من الموت إلى إطلالة السماء وبلوغها، فصح بلوغ الوجود للجوهر من الجوهر، فصح العشق المصلوب الذي به هزمت كل عبودية. يتهلل البابا يوحنا بولس الثاني: ها هنا يرون أنفسهم بين البدء والمنتهى، بين يوم الخلق ويوم الدينونة. أنتم لستم بسائرين وحدكم أبدا، وجهي ما ينفصل عنكم. ويتهلل المنصور: أنا نبي الأفكار المستحيلة المرسل من أعماق الإنسان إلى الإنسان. ندهني دم الضحايا، صرخ لي تراب اللي راحوا بعدن ليلي بودوا خيالات عدراج بيوتن تبكي حوالي، بدن اخذ بطار واتكلوا علي. انا لست انا، فانا شعبي. من الارض الى الانسان ومنهما الى الله. هل سيادة الله بالنسبة للاثنين منصور الرحباني ويوحنا بولس الثاني تتنزه، تتخلى عن مكانية معينة؟ رهيب يوحنا بولس الثاني، ورهيب أكثر منصور الرحباني. لكليهما سر أخذان إليه، وبه وفيه نسير سرمديا لبنان. فإذا صار الإنسان واحدا في الله، يصير الله الكل في الكل. هيدا سر يوحنا بولس الثاني ومنصور الرحباني. لبنان يقيم الله أمام الإنسان، ويقيم الإنسان أمام الله. هذا اللبنان مكانية مدى الله والإنسان. لا يدرك فصح الله
وفصح الإنسان، ولا تبلغ الدينونة دينونة الله ودينونة الإنسان إلا بانعطافة لبنان. هيدي سيقولها يوحنا بولس الثاني على مدى 27 سنة من حبريته. هو الذي قال لبنان وحده أرض بيبلية، وحده لا غير. لبنان تير سانت بالفرنسية قال أرض مقدسة، أي منها تشع القداسة. وقال أيضا لبنان تير ساكري بالفرنسي، أي قدسية، هي موطن الألوهة لا غير لها. وسيقول كمان بالفرنسية Je suis plus libanais que vous، أنا لبناني أكثر منكم. وسيقولها منصور الرحباني كثيرا هو والعاصي أخاه، بترابك الجنة هون السما قريبة، تسمعنا يا حبيبي. لكن منصور قالها في الأولى القصائد وهو بعد في سن كارول فويتيوا الشاب اليافع يوم نظم قصائده. كتب منصور بالقصائد الأولى لبنان يا مطلع الأرض، يا أذرعا مدت إلى السماء. شكرا. وبعد أختم. يلا. كارول فويتيوا البولوني، يوحنا بولس الثاني الكوني، ومنصور الرحباني الهائل اللبناني. ما عرفوا بعض؟ عرفوا بعضهم اثنيناتهم، التقيا في ملء واحد. هذا اللبنان الإلهي الإنساني، هذا اللبنان الكلمة الشعر. في عالم الدماء وعالم الغربة كل منهما غدا، مثل ما بنقول بالكنيسة اللاتينية آلتر كريستوس، مسيحا آخر على أرض هي من السماء للسماء، لبنان. وما المسيحانية؟ بس نقول إنه كل واحد منه صار آلتر كريستوس. شو يعني المسيحانية؟ أليست أن يأخذ الإنسان الخليقة كلها على كتفيه فتحيا بعطائه حتى بذل دمه من أجلها ليرفعها قربانا كلما ارتفع إلى الألوهة؟ يختم منصور الرحباني مفتتحا عهدا جديدا: إذا لم يوقع الإنسان على كلامه بدمه لا يثبت هذا الكلام، الدم حبر الحقيقة. ويختم كارول فويتيوا يوحنا بولس الثاني مفتتحا عهدا جديدا للبدء، رح اقراها بالبولوني سطر: يشلي سلوفون يه موزا نافروتشيش مويا كريف تشي نافروتشي. إذا الكلمة ما جعلتك ترتد فإن دمي سيجعلك ترتد حتما. شكرا يوحنا بولس الثاني، شكرا منصور الرحباني. جعلتمان لبنان وأقمتم إيانا في الله الذي منه وإليه لبنان. وشكرا. شكرا دكتور ناجي الغريبي على المقاربة الغريبة فعلا. مش قليل قديش مشاغل على نصوص البابا وعلى نصوص منصور. شكرا دكتور ناجي. فينا نسميه يوحنا بولس الثاني منصور الرحباني الأول. حكي الدكتور ناجي عن الحرية عند البابا وعند منصور. منصور بيقول بصيف 840 لمعت أبواء الثورة، سكن الحقد المسافات والأعلام الدموية، قوي قلبك وهجوم، يا بتوصل على الموت يا بتوصل على الحرية. كمان من شعر منصور: يقبرون عيونك الخضر الوساع، هل زيحوا سهل البقاع، هل توجوا بلون احراش الدني، وودوا احساسين الجرد صوب الضياع، وهجت الصيحات الضياع. بوصيك يا بدر السما لما بتمرق بالسما، حيد على بابا ركاع. ويقبرون عيونك اللي كل ما قلت الوداع تعصف دني بتاني دني، وبيصرخوا فيي ارجاع. وبرجع مثل راهب على ديره لفي، ونركع اثنيناتنا ومنختفي،
وين اختفى؟ وين اختفوا؟ دخلك يا بحار الشتي، دخلك يا بحار الشتي المارق بألف شراع، فتش معي في اثنين كانوا هون صاروا زورق بلون البكي جنح وضاع. استجهاد ننظر إليك. ما وقفت على أرض إلا وكان لها أصحاب، الأودية، الجبال، الشواطئ، السهول، فمن أين نأتي بأرض للفقراء يا حبيبتي؟ هذا مقطع كثير مهم، الدكتور حكى قسم منه بس بدي أكد عليه. إن موت الآباء نعمة تصنعها الحياة من أجل تقدم الحياة. الموت يحل القضايا الفائقة الصعوبة، فمن أجل حياة تستحق أن تحيا، من أجل أن يبقى للربيع شهقته وللسماء زرقتها وللأزاهير عبيرها، من أجل وطن دائم الشباب والفرح، ولكي يبقى سيف الحنين جارحا في القلب، فلا نفقد عذوبة البكاء على الذين راحوا. يجب أن يكون هناك موت، وإلا فعلينا أن نخترع لنا غيابا أبديا. الرجل القديم يتحول أرضا، الرجل غدا هو تراب وطنه. كلما انضم واحد منا إلى التراب سكن الوطن فينا أكثر. يصنعك الوطن وتصنعك، هو يصير وطنا بانتسابك إليه، بدونك هو أرض لا يكون حقيقة إلا حين تنعكس أنت فيه وينعكس فيك. أنت شمسه وهو قمرك، ويتكدس الوطن في بالك، يتكدس. فقبور السابقين وعصافير الدور وقرميد السطوح وشباك الحبيب في الريح كلها وطن آخر يتكاثر فيك منذ بداياتك غير الواعية. في شرقنا حالة لجوء إلى الماضي واستقالة من الحاضر. نحب الأرض أكثر من الإنسان، والأمس أكثر من المستقبل. ما أحزن هذا. آخر قطعة قبل ما نبدأ. يلا. كيف لي أن أحمل معي بيوت الطفولة والطرقات التي مشى عليها الأنبياء؟ سأغني النجوم من هنا، سأرفع يدي تحية لها في العشيات، وسأنظمها قصائد أزين بها شعر حبيبتي. يلي من جيلنا واللي أكبر شوي أو أصغر شوي عرفوا أعمال عاصي ومنصور، ولكن في شاغل بيشغلنا دائما. الجيل الجديد شو بيعرف عن عاصي ومنصور؟ شو قري من منصور؟ شو سمع من عاصي ومنصور؟ ذات يوم دخلنا على أحد المطاعم حاطين من هالأغاني بلا طعمة. قلت له خيي في عندك شي رحباني؟ قال لي لكم واحد؟ فكرها شي أكل؟ قلت منه حمار فكرها شي أكل؟ قلت له خيي عندك شي رحباني؟ قال لي لا ولا بدي أسأل. راح سأل المدير طلع أحمر منه يا حرام. قال لي ما عندنا استشفاء. خيي فيروز عندك؟
قال لي لا فيروز لا، عندنا وسميت 3-4 صناع ناوي بيغنوا بالمطاعم ولا هيك. الجيل الجديد ما بيعرف عظمة عاصي ومنصور، لذلك طلبت من الأكاديمية اللي بحبها كثير الأستاذة باميلا شربل تيجي تحكي لنا أنتم يا هالجيل الجديد شو بيقلكم عاصي ومنصور وشو بيقلكم منصور رحباني. باميلا شربل تفضل. باميلا كتبت نقاط رح ترويها لكم باللبناني، طلبت منها تترجموا بعدين النص على العربي حتى ننشره بالمجال. باميلا المنبر إليك، قلبي على الميكروفون. مساء الخير. بيقول منصور الرحباني انه كل انسان بيجي على هالحياه بيحط مدماج على البنايه الحضاريه وبفل، بس الاخوين الرحباني حطوا اكثر من مدماج، عمروا مملكه من القيم والجمال رح يعيشوا فيها الاجيال للابد. المسرح الرحباني بحسب منصور الرحباني بحسب منصور الرحباني هو حركة تغييرية إن كان بالشعر أو بالموسيقى أو بالمسرح. وقبل ما يوصلوا لهالمسرح عملوا تجارب كتيرة بأنطلياس، وبرأي منصور الإنسان بيعمل كتير تجارب حتى يوصل، وأهم شيء إنه يملك التقنية التكنيك اللي هي جزء من الإبداع. إذا كانت أفكار الإنسان عظيمة بس ما بيعرف يعبر عنها تطلع أفكاره بسيطة وما بتعبر. فباللغة مثلا لازم الإنسان يلعب بالجملة، وبيقول منصور إنه هو بيرفض التسهيل باللغة العربية وبيكتب اللي لازم ينكتب بجمالية. ولما انسأل إذا هن كملوا سعيد عقل وميشيل تراد قال إنه ما حدا بيكمل حدا، لأنه الإنسان بيجي يعطي حاله، وإذا بده يجي يقلد حدا ما له لزوم. الأخوين رحباني كتبوا حالهم وأكيد تأثروا بكذا شاعر، بس لما كتبوا حالهم عبروا عن حالات هن عاشوها، لأنه ربيوا سوا وقريوا سوا كتب الطبيعة. كانوا يراقبوا مثلا تحول أشعة الشمس على الصخور عند المغيب، ويراقبوا النمل كيف عم بيزق الأكل، يعني دايما يراقبوا الأشياء سوا. وبالنسبة لمنصور عاصي قبل ما يكون خيه هو صديقه، ولما انسأل بعد وفاة عاصي انه انت بتعتقد عاصي الرحباني هلا وين؟ قال لهم عاصي فيي، انا ما بقدر اتجرد وكون وحده، نحن ربينا عمر عاصي وانا، تفاعلنا مع بعضنا كثير، انا لما بحكيك هلا فيي افكاري وافكار عاصي، وصاروا كشخص واحد بالتفاعل الفكري، وكان عندهم ذات الاتجاهات الفكرية، وكان همهم الإنسان والحرية والتمرد. ومن البداية أخذوا قرار مصيري إنه ما يمدحوا شخص، إنما يمدحوا المدن والشعوب، لأنه الشعب هو الأصالة وهو اللي بيبقى. ومسرحهم هو مسرح الإنسان، لأنه هن إجوا من هالشعب ومن عذابات الناس، لأنه الفن الصادق ابن الشعب وابن البيئة. فالفن بيتعاطى بهموم الناس، ومرات بتخاف منه السياسة وبتمنعه. مثلا أوقات بيمنعوا بعض المسرحيات، فالفن بيضايق السياسة ومرات بيقلبها، لأنه بيلحقها حتى يجلس لها مسيرتها. والسياسة بحسب منصور نشأت تتخفف من حدة الصراع بين الناس، بينما الفن نشأ من طوق الإنسان إلى المجهول، إلى الأعلى، إلى الأجمل، إلى الله، وحتى ياخد الناس ويروح فيهم سياحة حلوة. والسياسة بيقعد كم سنة وبيفل، بينما الفنان بيقعد على طول. وكل إنسان بيتفاعل مع هالوجود الباقي اللي بيضل. الصخور بتضل صخور، والبحر بيضل بحر، والجبال بتضل جبال. كل شيء بالطبيعة بيضل، بس الإنسان هو بيهرب. وبيقول منصور بأنا الغريب الآخر: لأنك هارب فأنت جميل. ومن تفاعل هالإنسان الهارب مع الأشياء الثابتة والباقية بينشأ الفن وبتنشأ نظرية جديدة. فإذا كل فنان مفروض يجي يقول شيء جديد
والأخوين رحباني اللي قالوه كان جديد. وعاصي ومنصور كان عندهم تخطيط، يعني ما عملوا الأمور بعفوية. ما في لأنه بالفن الكبير ما في عفوية، في شغل. مثل ما بيقول منصور، بيقول أنا ما بنظر بالشعر، أنا شغيل شعر. وبرأيه في 3 أنواع من الفن. في الفن البسيط اللي فيه عفوية، يعني مثل الأغنية الفولكلورية. وفي الفن الوسط اللي فيه جهد بس بيكون مبين، يعني أوقات نحن بس نقرأ قصيدة منحس إنه فيها شيء مفتعل، منحس إنها مركبة تركيب منا سلسة. أما الفن الكبير فبيكون الواحد عامل جهد وحافر كأنه النحات اللي عم يحفر بالإزميل، بس هالجهد كله بيكون مخبى ما منشوفه، منشوف بس الجمالية ومنقول عنه سهل ممتنع، بس هو بالحقيقة صعب مش سهل. فالفن بحسب منصور مهنة القلق. الخلق والإبداع بيقلقوا الإنسان، ما بيخلوه يرتاح. كل شيء في خلق في قلق. ومنصور الرحباني ما بيحب يوضح الفن أو يفسره لأنه بينتزع. بيدعي كل إنسان يفهم المسرحية أو العمل مثل ما بده، لأنه إذا بيفسر شو بيقصد بيكون حبس المشاهدين بالرؤية تبعه أو بوجهة نظره. يعني إذا في 500 مشاهد بالمسرح يعني في 500 تفسير، ويمكن برأيه أحسن من اللي قصدهم هو. فالمتلقي يزامل في عملية الخلق، والمشاهد إذا ما شاف على المسرح همومه اليومية بيصير في انفصال بين المسرح والمشاهد وبتسقط القطعة. مشان هيك لازم يشوف همومه وحزنه وفرحه وطوقه إلى الحرية. وهون بيصير في إسقاط معاصر بالمسرحية حتى لو كانت عن موضوع من 2000 سنة. يمكن هالإسقاط قصده المؤلف أو إجا بالصدفة، لأنه التاريخ إذا ما بينعاد كله بينعاد بعضه. والمسرح وتحديداً المسرح الغنائي بفضله منصور عن السينما، لأنه المسرح فيه لحظات هاربة وهو بيحب الشيء اللي ما بيبقى. أكيد السينما كتير مهمة وعظيمة، بس اللحظات فيها بتكون محبوسة ومعلبة، بينما المسرحية ما فينا نحطها بعلبة. كل يوم الممثل بيكون مختلف عن امبارح، بيتفاعل مع الناس ومع الوجود ومع ذاته. والمسرح بيقول منصور لحظة وبتهرب، وهيدي النقطة هي اللي بتشكل جماله. والمسرح بالنسبة له هو أولاً متعة، يعني له، بس مش له بمعنى أنه يضحكوا الناس. اللهو هو اللهو العالي كتير، يعني حالة مثل الفرح العالي والحزن العالي. والفرح مهم كتير بالنسبة لمنصور الرحباني، لأنه برأيه الحياة ماشية دايماً صوب الفرح، لأنه دايماً في ولاد عم يخلقوا جديد ورايحين صوب الحياة والغلبة على طول للحياة. والوطن كمان اللي عمره طويل كتير دايماً بيمشي لقدام وهو أزلية طفولة. أنا قلت لي ربع ساعة. والأخوين رحباني ما بيفصلوا بين الأغنية الوطنية والأغنية العاطفية. برأي منصور حتى الحب في وطنية وحتى الوطن في حب. حلو. لأنه الحياة مخلوطة ببعضها. يعني حتى لو الإنسان بيكون عنده مشكلة خاصة أو فكرة خاصة بس ما بيقدر يفصل حاله عن وطنه. وكان هدف منصور يأسس وطن فيه محبة وفيه سعادة للكل، وطن الحق والخير والجمال، وطن عنده طموحات كبيرة يعوض عن صغر مساحته بإنجازاته العظيمة الحضارية. وهدفه كمان تكثيف الحضارة بالإنسان اللبناني. والقانون مرات بيقتل، مشان هيك بده وطن فيه محبة وسعادة ورقي، لأنه لما بنوصل للرقي وللشفافية ببطل حدا يتعدى على التاني. وهو بهمه يوعي الضمير عند الناس، لأنه بس يوعى الضمير كل شيء بيتعدل. ومن بين أشكال الحكم بهمه حكم الضمير، لأنه لما بيصير في ضمير ساعتها بنعرف إنه في شيء عظيم عم يحكم، وعم يحكم بالعدل وبالمحبة. والقانون اللي بلا ضمير مثل السيف بيقتل. والزيادة عن الضمير لازم العقل هو يقود الناس، والناس لازم يصير ولاء للفكرة مش للأشخاص.
والحاكم برأي منصور لازم يكون قائد بالمعنى الحقيقي، يعني مصلح كبير، ولازم اللي بده يعمل سياسة يكون عنده نظرة عملاقة لوطن نبيل، لوطن عظيم، لوطن يزرع لبنان بين الدول. وكرمال نوصل لهالنقطة لازم يبلش التغيير من الطفولة. وبيقترح منصور انه نفعل دور البلديات. البلديات هن حكومات مصغرة، لازم نغير لهم مهمتهم، واذا استقام فيهم العمل بيريحوا الحكومة الكبيرة. واولا لازم ما حدا يترشح الا حسب خريطة تجميلية للبلد، وهون اكيد بيجي دور المهندسين، واللي بده يترشح بده يكون عنده مستوى معين من الثقافة والفكر، لأنه لما بينتصروا الناس المثقفين اللي مش منتميين لأي شيء ساعتها بيزبط الوطن. ولازم يعملوا بالبلديات لجان ثقافية تستلم الإنسان من طفولته، لأنه الإنسان بده أقل شيء 15 سنة تنبني، وكل هالأمور بتشكل وطن جديد لإنسان جديد. ولنوصل لتغيير حقيقي بحسب منصور لازم نعلم الأجيال الطالعة الطموح والعظمة، ولازم الأمة المتعلمة والمثقفة تنتج العظماء وتنتج العلماء حتى نقدر نغير رأي العالم. وكمان لازم الكل يتفقوا على برنامج موحد، خصوصاً يتفقوا على الأشياء الجمالية، يعني نعلم الإنسان من بدايته إنه قطع الشجر ضد الخير وضد الله، لأنه البشاعة ضد الله. وبرأيه الدولة يمكن عم تشجع على البشاعة لأنه عم تسمح بقطع الشجر، عم تسمح ببنايات ومجمعات سكنية ما لها شكل وبعيدة عن التصميم الجمالي. وأنا دايماً بقول لهم لتلاميذي بالصف، بقول لهم أصبح العقل مادياً لا جمالياً، وباخذ مثل هالبنايات اللي حوالينا بالصف، بقول لهم طلعوا هالبنايات، ما بيحركوا القلم على الكتابة، ما بيحركوا الخيال تبعنا، لأنه كل همهم إنهم يبيعوا. وبيقول منصور إنه حتى لو الناس عايزين يسكنوا بس مش على حساب التعدي على الجمالية. وبيعبر عن خوفه من إنه يصير هالوطن بالمستقبل مثل الصخرة المعلقة على باب الشرق، لأنه البشاعة متى قعدت بتقعد وما بتفل. فأهم شيء الإنسان ما يبتعد عن الطبيعة، ولازم نشجع الزراعة بلبنان تما يصير فيها التجمع على المدينة، لأنه عم يقتلوا المدينة ويفضوا الأرياف. ومن الأمور الجمالية اللي بتولدها الطبيعة هي الشعر، لأنه الشعر بحسب منصور ابن الطبيعة وابن الأرض، وكل شعر بيفترق عن الطبيعة بيكون فارط. وبيميز منصور بين القصيدة وبين الشعر. القصيدة هي شعر موزون إلها شروط معينة، بينما الشعر الحالة الشعرية شائعة في الوجود. المنظر الحلو فيه شعر، المرأة الحلوة أكيد بحسب منصور هي الشعر، مش حسب أنا، حسب منصور. ممكن كمان نوصل لكلام هو حالة شعرية، ومنصور عايش قصايده وتجربته كبيرة كتير، لأنه ما فيه يعمل شيء نظري، هو عايش الأرض وعايش الطبيعة وعايش عذاب الإنسان. وبرأيه الإنسان مش لازم يكتب هو وبقلب الحدث، لأنه الكتابة الفورية الآنية مش مهمة، تطلع كتابة مسترخية مش عميقة، إنما بعد الحدث الكتابة بتصير أصفى والرؤية بتصير أصفى. والزيادة عن الكتابة منصور الرحباني من المثقفين الكبار، كان على الرغم من مشاغله الكتيرة يقرأ كتاب أو كتاب ونص أو كتابين بالأسبوع، لأنه برأيه إذا ما ضل الإنسان يطلع بيوقف، لازم يضل يتثقف، وخصوصاً بالكتب الفلسفية والتاريخية والدينية والأدبية. ولما يكون عم يكتب موضوع معين بيعمل دراسة عنه لمدة 6-7 أشهر ليصير ملم بكل جوانبه، وساعتها بيقدر يتصرف بالتأليف. وبيعترف بالموهبة عند الإنسان، بس لحالها منا كافية، لازم الإنسان يتثقف ليكون عنده فكرة شمولية. يعني إذا بده يبدع بمجال، أي مجال بالحياة، ما بيكفي إنه يكون دارس موسيقى مثلاً، لازمه ثقافة عامة لحتى ينتج عمل فيه عمق كتير. وأهم شيء بالعمل بحسب منصور هو الإخلاص،
مش مهم ننجح، المهم نكون مخلصين، والناس حتى لو ما نجحنا بيشموا عبير الإخلاص، لأنه أساساً مش كل الأعمال بتنجح، المهم ما تكون نيتنا سيئة ونزعبر على الناس أو على اللي بدنا نوصل لهم رسالتنا. ورسالة منصور هي دايماً الإنسان المعذب والمقموع بكل أنظمة العالم، ورسالته المحبة بين الشعوب والحرية، ورسالته كمان تغيير النظام بالكلمة، لأنه الكلمة غيرت التاريخ وهي اللي بدها تنتصر بالنهاية. ومثل ما بيقول بآخر أيام سقراط، ما بيوقف بوجه الكلمة لا سيوف ولا خيل ولا عسكر. إذا علمنا الجيل الجديد كل هالأفكار ورسخناهم بعقولهم، منكون مش بس عم نبلش نحقق الوطن الجديد اللي حلم فيه منصور، بس كمان منكون عم نعمل إنسان جديد مثقف ما بيحكم إلا بالضمير. شكراً. شكراً لك باميلا. مثل ما قالت باميلا، حلوة الجيل الجديد، يعني جيل باميلا ورفقاتها يعرفوا الرحباني بهذا الشكل. ساعتها مش بس انه تعلم تلاميذها، اذا الجيل مثل باعمار باميلا عرفوا جوهر العمل الرحباني الخالد، ببطلوا يتسمعوا على الصناع اللي بيغنوا وعلى الاولاد اللي بنطوا بالمطاعم والقهاوي. يبقى الواحد اول امبارح بلش يغني يلبس صباط اكبر من اجره وعنده مدير اعمال ومعه سياره ازاز اسود انه هو نجم، بني مشيها. او مثل فقايع الصابون حط عليهم مي بيروحوا مشي. يا بيروت، هل أحصى أحد شبابيك بيوتك عدد النساء العاشقات، الجيران الذين لم يتعارفوا، أصحاب الملايين، الفقراء، رواد المقاهي، الجواسيس والغرباء؟ مغرية أنت يا مدينتي وعيونهم جائعة. لن أعود من الحصاد لأموت على فراش الراحة، سأسقط على البيدر بين هتاف الحصادين وفرح السنابل. حلو. السيدة ذهبت، سيدة المسرح علقت الأقنعة في الكواليس، أعادت الشخصيات إلى الكتب، تعرت من جميع أدوارها، لبست موتها وذهبت. لن يسألها أحد بعد اليوم ما جديدك، فالجديد الدائم هو الموت. بعد قطعة إذا بتريد السجيان. آخر قطعة؟ يلا آخر قطعة. يلا. امرأة تسبح في الليل، قال لها القمر: لو كنت تسبحين في النهر لغطست في الماء ولامست عريك، لو كنت تسبحين في الهواء لأمرت العاصفة فمزقت ثيابك ولامست عريك، لكنك في الليل والليل كل يحجب الكل. ألف شكر. شكرا للأستاذ جهاد. مرق بمداخلة باميلا نقطة مهمة بين النقاط الكثيرة يلي حكيت عنها باميلا عن الشعر والقصيدة. مع الأخوان حباني بنتعلم إنه الشعر مش بس بالقصيدة، في يكون شعر زهرة جرداني عم تتفتح بضحك الطفل، ضحك الطفل صغير بغياب الشمس على البحر. اسمعوا هالقصة يلي فيها شعر بس ما فيها قصيدة. بأوبرات حكاية الإسوارة بتكون الختيارة عم تخبر عليا عن حياتها،
انه كنت يوم من الايام واقفه على باب مره واخذني عن جوزها، بالاخير تجوزت واجاها اولاد وكبروا الاولاد وختير جوزها ومات. لا قالت لها ختير ولا قالت لها مات، شو قالت لها؟ قالت لها وغابت الشمس وسرب الختيار وصار في على الحيط صورة. هذا الشعر. بختم بهالقطعة لمنصور قصيدة لغدي، وأنا سعيد جدا يكون معنا الحبيب غدي اليوم. قال له الصبي البيو، قصيدة لغدي. قال له الصبي البيو ليش يا بي بشوفك كتير عم تلتفت فيي، تخمين ناوي تروح يا بيي؟ قال له يا ابني وين بدي روح؟ قاعد انا وياك عم لعبك في البيت، تتشيطن بهديك، تتكشف بغطيك، عنا لعب، عنا طريات وذهب، بدك قمر تنزله يسليك، وطلب من عمري عمر بعطيك، لوين بدي روح؟ قاشع الدنيا فيك. قال له الصبي البيو لا يا بيي عم تكذب علي، ما حدا قاعد مع التاني، ليك اللعب بالحيط هرباني، والحيط عم يبعد عن التاني. انت عم تركض وانا عم بركض والبيت عم يركض، الوين يا بيي ومين لاحقنا وليش عم نركض؟ وختاما طالما الشباب مروان وغدي وأسامة بحبوا دائما ما يبعدوا عاصي عن مئوية منصور، بختم لكم بهالقصيدة لعاصي منصور. حبيبي بده القمر والقمر بعيد والسما عالية ما بتطال الايد، شو بدها تعمل؟ طلعت على السطح، دلوا علي الناس قالوا بدري شو بها، وخبروا الحراس، قلت لهم بدي القمر. قالوا القمر غالي حقه 10 ليالي سهر، وقبلت يا حرام وإلي 10 ليالي على السطح سهراني، وحاسة بحالي تعباني ونعساني وخايفة لنام، وينزل القمر ويلاقيني غافية، وتسأل جارتنا يلي مزاعلتنا وتعطيه لحبيبي ويحب حبيبي وأنا صير غريبي، وحبيبي بده القمر والقمر بعيد. أنا بشكر حضوركم بهالوقت المتأخر، طبعا بشكر حضوركم قلبا